حلقة النهاردة عن السحر والجمال. اللي شايفينه قدام حضراتكم ده طفرات يمام ماسي مصري، وانا لما بقول يمام ماسي مصري بقول يمام ماسي مصري عشان هو اتفرخ في مصر فرخ مصر بقاله سنين، لكن طبعا هو اصوله اول ظهوره كان في استراليا. اللي قدام حضراتكم ده زي ما حضراتكم شايفين كده بسم الله ما شاء الله مجموعة طفرات. طبعا انا كنت بدخل ايدي عشان تشوفوا حضراتكم الطفرات، بجمعها لكم عشان تشوفوها. وانا بالنسبة لي اكتر حاجة بحبها في الطيور اليمام الماسي بجميع الوانه، مش الطفرات بس. الطفرات اللي قدام حضراتكم دي انا كلها مأكلها تأكيل يدوي، هي طالعه تأكيل يدوي بس بسم الله ما شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين جمال ايه وحلاوه ايه ورشاقه ايه. زي ما حضراتكم شايفين انا ببطئ لكم التصوير عشان تشوفوا رشاقه وجمال اليمام الماسي. ولو قعدت اتكلم على اليمام الماسي للسنه الجايه عمري ما هزهق، لان انا بربي يمام ماسي من فتره او من مده وبحبه جدا جدا. ولو حد فيكم قال يا كابتن انت بتبالغ او بتأفور فهقول له معلش بعد اذن حضرتك انت هتتفرج معايا على الحلقه دي النهارده لغايه الاخر، ما تزهقش مني وما تزهقش من افورتي على اليمام. هو شيء طبيعي جدا ان اي حد يكون بيحب حاجه لما يجي يتكلم عنها يبالغ او يأفور فيها، يعني دي حاجه طبيعيه جدا. بس بالنسبه للجمال الرباني اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده حاجه كده سبحان الخالق، بسم الله ما شاء الله. ايه هو اليمام الماسي؟ ليه اتسمى يمام ماسي؟ امتى بيشتغل يمام ماسي؟ كام بيضة بيبيضها اليمام الماسي؟ بيشتغل كام مرة في السنة اليمام الماسي؟ امتى زغاليل الماسي بتتفطم؟ اكتر مناخ اليمام الماسي بيحبه؟ وازاي ننجح في تربية اليمام الماسي؟ كل الاسئلة دي انا هجاوب حضراتكم عليها النهاردة. دي كانت اسئلة اتبعتت لي من مربيين اليمام الماسي، فانا هجاوب حضراتكم عليها النهاردة في حلقة النهاردة. الاول ما تبخلوش عليا بالسبسكرايب ومشاركة الفيديو واللايك عشان الفيديو يوصل لكل مربين اليمام الماسي واستفيدوا. نبدأ كده مع الجمال اللي قدام حضراتكم ده اللي شايفينه مجموعة الطفرات الماسي. ايه هو اليمام الماسي؟ اليمام الماسي هو من فصيلة اليمام او الحماميات، اصغر يمام في العالم والاجمل. صوته جميل جدا، وزنه بيتراوح من 36 جرام ل 45 جرام، طوله من 15 سنتي ل 18 سنتي تقريبا. طيب ليه اتسمى يمام ماسي ومين اطلق عليه اسم اليمام الماسي او دايموند دوف؟ الموضوع يرجع لزمن بعيد شوية ل 400-500 سنة. كان في شخص انجليزي كانت شغلته هي التنقيب عن احجار الالماس والماس والاحجار الكريمة، وكان في رحلة من رحلاته بينقب عن الالماس والاحجار الكريمة واحجار الماس في استراليا. وهو ماشي بينقب ما كانش واخد باله وهو ماشي فشاف يمام ماسي على الارض، بس اللي لفت انتباهه لطائر اليمام او اليمام الماسي بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده حاجة يعني خلابة. نكمل بقى بقية الموضوع بتاع ليه اتسمى يمام ماسي. وهو ماشي بينقب زي ما قلت حضراتكم مش واخد باله بيدور على الاحجار، شايف اليمام الماسي على الارض وما كانش واخد باله منه. واللي لفت انتباهه لليمام الماسي النقط اللي حضراتكم شايفينها دي اللي بتغطي ظهره وجناحاته وجسمه، ودي الحاجة اللي لفت انتباهه لطائر اليمام الماسي. ومن هنا بدأت الحكاية، وبدأ بدل ما يدور على الأحجار الكريمة وينقب بدأ إن هو يدور على اليمام الماسي بألوانه ويجمعه. وبالفعل قضى كل الرحلة بتاعته في جمع طيور اليمام الماسي ورجع بيهم بلده، وقرر ان هو يأسر الطائر ده وينتج منه ويفهمه بجميع الوانه. وكان كل ما حد يجيله يشوف اليمام الماسي عنده او يقول له ايه الطائر الغريب ده او العصفور ده واسمه ايه، يقول له ده اسمه دايموند دوف وانا اللي سميته بالاسم ده. ودي كانت حكاية اليمام الماسي ومين اللي اطلق عليه الاسم ده. امتى بقى بيشتغل اليمام الماسي؟ اليمام الماسي بيشتغل زي بقية الطيور تقريبا او زي اغلب الطيور تقريبا في سن 5 شهور أو 6 شهور. طيب اليمام الماسي بيبيض كام بيضة؟ اليمام الماسي زي ما أنا قلت لحضراتكم هو من فصيلة اليمام أو الحماميات، يعني بيبيض من بيضة واحدة لبيضتين في الأغلب. طيب كام مرة بيشتغل اليمام الماسي في السنة؟ اليمام الماسي أحلى حاجة فيه إن هو بيشتغل أو تقدر حضرتك تنتج منه طول السنة، طول ما المناخ متظبط بتاعه اللي هو بيشتغل فيه هو شغال طول السنة. طب امتى بتتفطم زغاليل اليمام الماسي؟ زغاليل اليمام الماسي بتتفطم عند عمر 21 يوم، ولو الزغاليل دي او الاهالي مدلعة الزغاليل شوية واتأخرت في الفطام بتقعد لغاية لما تتم 4 أسابيع.
بسم الله ما شاء الله. شايفين كده ده ذكر بلوم اللي هو البلاك ماسك، شاب طبعا، وبدأ الماسك الاسود يظهر من اخر العظمة بتاعته لغاية الحصالة، دي العلامة بتاعت الذكر. الفردين التانيين اللي معاهم دول نتايتين بس اكبر منه شوية، فطبعا باين جدا ان هم نتايتين عشان الماسك بتاعهم ما ظهرش. انا بعتبرهم زي طفرات اليمام الماسي بالظبط وبربيهم معاهم. نرجع بقى لموضوع اليمام الماسي. طب ايه اكتر مناخ اليمام الماسي بيحب يعيش فيه او بيشتغل فيه؟ هو اصلا زي ما قلت لحضراتكم اصوله او اول مكان ظهر فيه هو استراليا، يعني بيحب المكان الحر الرطب. بالنسبة للدول العربية او عندنا في مصر احسن جو ليه هو الصيف لانه هو حر رطب، وفي فصلين كمان برضو بيشتغل فيه لان الجو فيهم بيبقى معتدل قريب من فصل الصيف شوية اللي هو الربيع والخريف. لكن فصل الشتاء اليمام الماسي بيبقى انتاجه ضعيف جدا لانه هو ما بيحبش او ما بيملش للبرد او لفصل الشتاء. بس ممكن حضرتك تهيأ له الجو درجة الحرارة تكون من 28 ل 30 ودرجة الرطوبة من 60 ل 70 في فصل الشتاء، وتقدر تنتج منه زي باقي الفصول طول السنة. آخر حاجة بقى هقولها لحضراتكم على الجمال اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده اليمام الماسي، ازاي حضرتك تنجح في تربية اليمام الماسي. هم 4 حاجات هقولهم لحضرتك احفظهم كويس. ال4 حاجات دول، أول حاجة إن حضرتك تجيب اليمام الماسي من هاوي يكون مضمون ويكون عنده يمام بيربيه بقاله سنين. تاني حاجة إن حضرتك تشتريه من محل يكون جنبك، محل برضو موثوق فيه ويكون بيطلع طيور كويسة صحتها سليمة. تالت حاجة العلامات لما تيجي تشتري أو تجيب يمام ماسي، يكون اليمام الماسي أول حاجة عينيه بتلمع ومفتوحة مش مغمضة. تاني حاجة ما يكونش كاشش وريشه نافش. تالت حاجة ان هو يكون وزنه مش خفيف، وزنه زي ما قلت لحضرتك بنفس الجرامات اللي انا ذكرتها في الاول. اخر حاجة ان حضرتك تقلب الفرد وتشوف المخرج بتاعه يكون ناشف، ما فيهوش اي بلل وما فيهوش اي لون اخضر او اسهالات معوية او اي مشاكل داخلية جوه اليمام الماسي. وبكده تكون حضرتك اخترت اليمام الماسي صح عشان تقدر تنتج منه. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، هنكمل بقية كلامنا عن الأسئلة اللي اتبعتت من متابعين قناة اليمام الماسي المصري. استنوني إن شاء الله في الحلقة اللي جاية.